إذا فكرك تعمل صفقة يطلع لك منها قرشين وتمشي، ما بظن إنك جاي لعند الشخص المطلوب. والله يا خواجة أنا ما عم خاطر بحياتي وبأملاكي مشان نرجع على البيت. عشان هيك بكرة بلقائك معهم بدك تفهم لنا شو نوع البضاعة اللي عندهم، حجمها، عم بيعملوا صفقة ولا عم يفتحوا بزنس، عندهم خبرة بهالمجال ولا لا، مصدرهم من داخل سوريا ولا من خارجها. وانت يا خواجة بتتوقع انه من اول قعدة معهم يعطوني كل هاي المعلومات؟ إذا بدك تنتظرهم هن يحكوا، هن ما راح يحكوا، بس هيك مع شوية ذكاء فيك تفهم. اللي بيحمل شنطة فيها 5 ملايين دولار أول مرة غير اللي معود يحملها. اللي مستعجل يسلم البضاعة ليخلص منها غير اللي مستعجل يسلم البضاعة ليقبض حقها. فرق بين الاثنين رمشة عين. الفهلوي بالقطة وبيفسرها. المستعجل بجوز ما يضل يتطلع بالساعة، بس أكيد بيشرب قهوته بسرعة. يمكن ما يمد إيده يمسك فنجان القهوة أحسن ما تبين عم ترجف، بس ساعتها أكيد ما راح يقعد مرتاح ويسند ظهره على الكرسي. بشغلتنا نحن اللقاء الأول هو الأخطر. اللي أهم من البضاعة اللي عم تنباع وتنشرى هو الثقة اللي عم تنبنى. لما اثنين يصافحوا بعض اللي ايده عرقانة وعم ترجف غير اللي ايده دافية ووافقة، وهذا اللي بقرر إذا هالمصافحة رح تتكرر أو لا. الشنطة هيدي كتير عزيزة علي، بدي إياها بالفوايد اللي جواتها، بس مع هيك لازم تسلمون إياها. كيف يعني؟ رح فسر لك كيف يعني بكرة الصبح. رح نستضيفك عنا الليلة، مش كرمال شي، بس أحسن ما تتعذب مشوار تاني بكرة الصبح. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. تصبح على خير يا خواجة. تصبح. صار بدل لك الله.